متاح 10 ايام بس عشان نحول الصالة من كده لسيت اب استقبال كامل، وده الجزء ال 12 من السلسلة. لكن قبل ما نوصل للشكل ده كان عندنا مشاكل كالعادة، رسومات على الحيط وارضية جلد بايظة وخرام في كل حتة، فبدأنا نشيل كل المسامير من الحيط. بعدها هنعزل بلزق الدوكو وهنصنفر الحيطان وهندي وش لون ابيض على الرسومات بس، ومش شرط طبقة واحدة، ممكن على كذا يوم تنشف وتدي طبقة تانية لحد ما تتحول للون الابيض بالكامل، وده هيوفر علينا دهان. وبعد كده كملنا الخطوات زي ما شرحت قبل كده، وبعد ما الحيط اتأسس صح بدأنا في اللون النهائي واللي ممكن يحتاج وشين 3 حسب الدرجة. وبعد ما نشف هبدأ افك اللزق العازل، ووصلنا لأصعب جزء، ازالة الارضيات القديمة. والمفاجأة ان الجلد كان ماسك جامد جدا وكان بيتقطع اجزاء صغيرة، عشان كده مش بفضل نلزق اي حاجة على الارضيات، وحل المرة دي مش هيكون مكت عشان هيتبهدل في الاستقبال، وفي نفس الوقت الجلد جودته قليلة وشكله مش شيك. فاختياري هيروح للخشب ال HDF وتحته طبقة من السفنج. وهتلاقي فيديو طويل عن تركيبه. واثناء الشغل وقعت طفايه الحريق وبهدلت المكان، وقعدنا طول اليوم بننضف البهدله دي. واخيرا ركبنا الستاير عشان تعزل المكان وتقلل صدى الصوت، والخامه قطيفه مط ضد البصمه مع حلقات تثبيت، وده هيوفر عليك السعر وشكله حلو. اعمل متابعه عشان الفيديو الجاي هتتفادى اخطاء كتير وانت بتفرش اي مكان.